لا الأردن ها؟ مش نصورك ستوري للمتابعين. ايه يحلوا لك انت شنو تو قاعد يسجل؟ لا شيء شوف البلد شيء بالله عليك شيء شوي اسمع معقول نسجل فيديو؟ ايه اكيد بالانستغرام. بنينة حابب تسافر لتونس؟ شو أكثر شيء عجبك الأردن ولا تونس؟ المساجد هنا وفي تونس هنا مساجد عز حاجه تاريخ وانت بارك الله فيك خاصه امك اللي يفضلها والله فرحت بينا بكدا. الله يسعد قلبك. والمساجد وهنا مساء النور سناب شات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو عاملين؟ شو مسوين؟ اشتقتولي ولا ما اشتقتوليش؟ طبعا هلا رايحه يبين كانه وردي ومش وردي. راح الدكتور يا خي تعالي لبسه جديده اليوم يا خي. ساره فلقيت شرطي قلت له ممكن تقول لي كارفور وين؟ فقال لي تبعيني، وتبعت سياره الشرطه وسياره الشرطه ودوني قدام الصالون. والله انه نشميه بالنشميه كلهم الشرطه الكل تحيه شرطه الاردن، بحبكم كثير. ناس سناب بوعدكم انتم اول ناس تشوفوا اسناني، بوعدكم بس يوصل الدكتور 350. جماعة سناب انتم اول ناس راح تشوفوا اسناني. ها يا خايتي، شو رايكم؟ شو رايكم في الابتسامة الجميلة الحلوة الكيوت؟ طبعا مازال فمي اليوم غيرانة وهتمتمني، أول ما بشوفها بسمي عامل إيه بخفة دمي فكراني. أوه جماعة كيوت. في الحقيقة شفت في الحقيقة أحلى بكثير. عمي افهم. الحمد لله على كل حال. اسمع بكره قبل ما تسافر بدي 10,000 دولار منك. عدوى. عندك سيارة؟ لا عندك سيارة الدين. سيارة البر هاي صغيرة. انت مش مشهور؟ لا بس مشهور تو؟ لا خلاص بدي 10,000. عندي. قل والله والله شيء والله. انقلع موت من طلقة يا زلمة. الو كثير فيكم حكوا لي ليش ما كملتي ورا هذال. حبيت تخليهم طبيعيين يعني عادي، مش رح يزعجوا. خليه يدور عليه. صباح النور سناب شات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طقس اليوم فما شويه مطر برا. طيب اليوم خديت الكوفي هذه الصراحه استعملناها البارح، استعملها ميكس ذوق منها بابا. جماعه بابا روح طيرته اليوم الصباح، روح وخليني نستعملها معاكم خاطر القهوه ذي يعني بشوفها كيف كيما في الشارع، كيما نشتريها من الشارع ولا لا. يلا نجربها ونعطيكم راي. اول اشي تركزوليش في الوجه التعبان والمنفوخ. اول اشي ناخذوا الكوفي تبعنا. لفت الحجاب هذه لازمتها مساك. يلا الكوفي وهذا والكوفي وماي ساخنه هيها على الغاز تسخن. خلص نحط الماي هون، مش عارفه صح هيك يعني عادي ماي ساخنه هيك. طيب نحط 3 مغارف. حماتي قالت لي 3 مغارف، 2 3 اوكي.
وتوا سيدك بن سيدك نصبوا القهوة متاعنا اللي ريحتها تشبه. هي يا ولدي الغول والكشكوشة كيفاش باش تهبط. هو بيناتنا والله زاد قهوة، صفة قهوة تعمل 66 كيما ناخو فيها لبرا بالضبط والله. يامي يامي. اسمعوني وركزوا منيح. اللي زمان بحب اقعد معاكم القعده هذه، نكون لحالي في البيت ونحكي معاكم في المواضيع هذوما. فانا في سناب بحب احكي في المواضيع هذوما. ليش؟ لانه الاكثريه البنات تسالني اسئله، فما انا بكون في وقت ما نجمش نرد فيه. فإلي بنات يعني مقربين، احنا في سناب مقربين لبعض كثير، فتسالوني ونسالوا بعض وانا نسالكم وهيك. ففي نصائح، انتم في ايام تحسوني انا قويه وتحسوني الي القدره على فعل اشياء، واللي قدره اني نتخطى اشياء، وخاصه كلام الناس اللي انتم تكونوا كلكم شاهدين عليه وحاضرين عليه. يعني تشوفوني كيف الناس تحكي عليا، ولا الناس تواجهني، ولا الناس تعمل عليا حمله، وانا نتخطى هذوكم الكل بالسريات ونقول معاكم فرحانه وكل شيء. فديك الكلها وراها قوه، يعني مش هيك يلا خلص. يعني راو انك انتو لو يهاجمكم شخص من العيله تقوموا تبكوا، خلي انا عالم تعليقات ناس سلبيه تهاجمك. فموضوع اليوم مش موضوعي ضحى كيف، لا، موضوعي في بنت حكيت لي ضحى، في شاب حكي لها، يعني هما مع بعض مرتبطين لكن حكي لها. فموضوع اليوم مش موضوعي ضحى كيف، لا، موضوعي في بنت حكيت لي ضحى، في شاب حكي لها، يعني هما مع بعض مرتبطين لكن حكي لها يعني لو يجي اخطبك الا ما تنقص هي في الميزان، الا ما هي اللي انا سمينا شوي. لازم حبيبتي تتقبلي نفسك، انت تتقبلي حالك قبل ما هو ولا اي شخص اخر يعطي رايه. لازم انت تكوني مقتنعة بحالك 100%، لانه لو كنتي ضعيفة بدك تسماني، ولو كنت تسماني بدك تضعفي، ولو كان عندك حب بدك وجهك صافي، لو كان وجهك صافي بدك شيء. عمره البني ادم ما يقول الحمد لله على الجسم اللي هو فيه. عمره. انا واحده من الناس هاني سويت اسناني بحكي لكم يعني، وبدي بكره اسوي، بعد بكره اسوي، يعني اوكي متقبله حالي، وبطلع بلا ميك اب في اللايفوات لما ياخذوا سكرين ضحى بلا ميك اب. فهمتوا؟ لما يحكوا هما ضحى بلا ميك اب، بصير انا نزلوا ستوري هذاك غصبا عني. اي نعم بحب حالي حلوه، لكن ليه هما يحكوا لك ضحى، شوفوا ضحى بلا ميك اب، شوفوا ضحى بلا ميك اب. اي باخذ ستوري بغصب على حالي وبنزلوا ستوري، باخذ الفيديو وبنزلوا ستوري حتى مش فيهم هما، لا، حتى اموت في شخصيه متاعني. بدي اشوف حالي دايما، اشوف حالي انا، لا، لازم نقتنع بحالي. ذاك وجهي في الاخير، هذاك جسمي في الاخير، وربي خلقنا كنا مختلفات. سبحان الله، هو ما يحبكش سمينه، في انسان اخر يحب البنت السمينه، في انسان اخر يحب في إلك انسان بيحبك زي ما انت. راهو لازم انت تتقبلي حالك قبل ما الناس تتقبلك، انت تتقبلي حالك. والله وقت اللي انت تحبي نفسك، والله وقت اللي انت تحب روحك كيما انت، بالميك اب بلاش ميك اب، ضعيفه سمينه عندك حب، وجهك مشوه، لما انت تحبي حالك قسما بالله راح يجيكي انسان يحبك بكل عيوبك، بكل عيوبك. يعني انا بنحكيها لكم عن تجربه 100%. يعني انا انسانه كنت بلبس عدسات، كنت بعمل ميك اب، لكن اجاني ميكس قال لي بالله عليك لا عاد تلبسي العدسات، ميكس قال لي بالله عليك لا عاد تلبسيهم. يعني شيل مني شيء اسمه عدسات. يعني شوف انسان حبني زي ما انا، بعد ما انا قبل ما اتزوج وشلت العدسات، من قبلها قلت يلا ضحى لازم تشيلي العدسات، فشلتهم. ولما فرجيته هو حب حالي لما انا حبيت حالي. ف حبي حالك والله لا يجيك الشخص اللي يحبك زي ما انت، خاصه لما اني بموت على البنات اللي بيصوروا ماليش ميك اب والله. طيب، والموضوع ذاك الأكثرية اللي يجيني، وهذا الموضوع الثاني اللي بصراحة هي نقطة حساسة لكن أنا مش نحكي فيها. اللي يقولوا لي ضحى كيف أتزوج شخص يصرف عليا ويعطيني مصاري ويعيشني. طيب باش نحكي لكم شيء، هو انا رزقتي السوشيال ميديا قبل ما بعرف ميكس، صح ولا مش صح؟ لو انا بدي ميكس يصرف ويعيشني ويعطيني ويعمل لي، فاعتزلها وظل في البيت هيك، وملكه في زوجي بيتي، ملكه في بيتي زوجي ويصرف علي. لا،
اوكي اي انسان في العالم هو ابوك اللي جابك، مستحيل في الحياه انه يلبي لك كل طلباتك، مستحيل. فانت راح تاخذي زوج والله تاخذيوش ملياردير، تمشي تاخذي كريستيانو مش راح يلبي لك كل طلباتك. جورجينا تشتغل راي على فكره، جورجينا تشتغل اعلانات وهيك 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 وهيك، حتى بينت حالها انه زوجها يعملها وانتم مش فاهمين القصه. هي جورجينا تشتغل يمكن اكثر من كريستيانو. يعني مش عارفه وين قصوا علي ستوري، لكن قلت لكم انه جورجينا تشتغل ويمكن انه اكثر من كريستيانو. كريستيانو يلعب بس كره قدم ويسوي يوم مره ولا 2 اعلانات، لكن هو اكثريته كره قدم. لكن هي الاعلانات اللي تسوي فيهم ما شاء الله ما شاء الله، تشتغل عملة. يعني شوفوا من صفر طلعت تزوجت ولا يعني مش هكا اللي ظلت عند زوجها ليه وتاخذ تصرف في المصاريف وتصرف، ليه عملت واشتغلت. لانه مستحيل في الحياه شخص يلبي لك كل طلباتك. كل مرأة رجل غني اعرفوا راهي تشتغل، ما تلقوش مرة في البيت، لانه بمصاريها فيها تسوي اي شيء وتعملي هكا اصلا شخصيه لحالك، مش دائما اعطيني حتى هو يطلع فيك بنظره مش حلوه. اوكي المرأة اللي في البيت ما تكون في بيت زوجها ما تطلبش طلبات اوكي عادي، لكن انك بدك تطلبي عليه طلبات وتكثري عليه وخايتي لكرامه لا شيء.